السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا في افضل حال ان شاء الله. هنعمل مع بعض وصفة حلوة قوي للعشاء او للفطار. مقادير العجينة بدقيق ومية، ما فيهاش زبدة ولا بيض ولا لبن، او جميلة جدا وطعمها جدا زي ما انتم شايفين. والحشوة بتاعتي ده على حسب إيه الموجود عندِك. أنا كان عندي بواقي في التلاجة، حطيتهم على بعض عملت حشوة تحفة، فأنتِ تقدري تجودي بالحشوة اللي أنتِ حاباها وبالموجود عندِك في التلاجة. خلاص، مقادير العجينة بتاعتي بسيطة جدًا. هاجيب بولة وأحط فيها كوباية ونص من المَيّة الدافية، عليهم معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وكوباية ونص من الدقيق. نفس الكوباية اللي عيرت بيها المَيّة هي اللي باعاير بيها الدقيق، بس طبعًا بتخلّي واحدة للمواد الجافة وواحدة للمواد السايلة، عشان لو حطيتِ الدقيق بعد المَيّة هيكلكع منِّك في الكوباية والدقيق هيلزق منِّك في الكوباية من مكان السوايل. خلاص، ورشة من الملح، وبعد كده باقلّبهم كويس جدًا بمضرب البيض لحد ما الدقيق يختفي وما يبقاش فيه أي تكتلات من الدقيق. باغطّيهم واسيبهم يخمروا. بيختلف وقت التخمير من الصيف للشتا. في الصيف هتلاقي التخمير أسرع معاكِ، ممكن يوصل لتِلت ساعة، وفي الشتا بتلاقي ممكن يوصل معاكِ لأكتر من نُص ساعة. خلاص، بنخمّر أول مرّة التخميرة البسيطة دي، وبعد كده باجيب تِلت كوباية من الزيت وباحطها عليهم وباقلّبهم، وبعد كده بانزل بباقي كمية الدقيق اللي موجودة معايا، اللي كانت عبارة عن 3 كوبايات من الدقيق. تمام كده، نفس الكوباية هي اللي باعاير بيها كل المقادير عشان المعيار معاكِ يطلع مضبوط. خلاص، وهابدأ أعجن كويس جدًا، جدًا مع بعض لحد ما آخد عجينة ليها 3 مميزات. أول حاجة تكون ناعمة، وتاني حاجة تكون عاملة عرق معايا بتمُط، ولونها فاتح معايا. العجين لمّا بنعجنه كويس وبنخدمه كويس لونه بيفتح معانا وما يبقاش مفرول ولا لونه غامق. مهم جدًا لازم تعجني كويس عشان المعجنات بتاعتِك ما تفرولش معانا بعد ما تستوي. تمام، اعجني بقى واخدمي، لو تعبتِ استريحي 5 وكمّلي عجن، بس المهم إن أنتِ لازم تعجني العجينة بتاعتِك كويس جدًا. خلاص، هنا بتبقى أسهل على الرخامة، ف بقيت أعجنها شوية على الرخامة بتدّيني مَطّة حلوة أوي. خلاص، تمام كده، هابدأ دلوقتي أقسّمها معايا. أنا كنت عايزة أقسّمهم 10 قطع على حسب عدد الأفراد اللي موجودة عندي. كل واحد ياخد 2. أنتِ لو عايزة تعملي كمية أكبر أو تصغّري الحجم هيطلعوا معاكِ أكتر، يعني ممكن يعملوا معاكِ 20 قطعة لو هتقسمي الواحدة على 2، لإن الفطيرة الواحدة أو المعجنات الواحدة كانت كبيرة، يعني ممكن تقسميها على 2. تمام، هابدأ أشكّلهم كده وأكوّرهم وأجيب طبق معايا أو صينية مرشوشة بدقيق عشان ما تلزقش فيهم، وبكيس باغطّيهم، والحشوة اللي موجودة عندي. دول شوية عصاق كانوا زايدين من البشاميل، ودي شوية جبن كانت زايدة من البيتزا، حطيتهم على بعض عملت بيهم حشو. أنتِ اللي موجود زايد عندِك شوية فراخ تقدري تستعمليهم. ما عندكيش أي حاجة لحوم، جبنة، لانشون، اللي موجود عندِك جوّدي بيه واعملي بيه، بطاطس، أي حشو أنتِ تحبيها وبتفضّليها في المعجنات ممكن تشتغلي بيها. خلاص، هنا بقى باحضّر الصاج معايا، لازم أدهنه دهنة بسيطة من الزيت عشان المعجنات بتاعتي ما تلزقش فيهم، وبعد كده بارُش الرخامة بتاعتي رشّة من الدقيق برضه عشان لمّا آجي أفرد الفطاير بتاعتي ما تلزقش، وباجيب معلقة صغيّرة كده من العصاج على شوية من الجبنة، وباحطّهم وبالفّلهم بالمنظر ده، وباقفّل كويس جدًا العجينة، وأحاول أساويها عشان يطلع معايا شكل الصباع مضبوط. خلاص، والجزء اللي إحنا قفّلناه هو اللي باخلّيه من تحت في الصاج. تمام. هابدأ أفتح كده أكمّل بقى. بُصّوا، معلقة صغيّرة، معلقة كبيرة، على حسب اللي أنتِ موجود عندِك، وقفّلي كده العجينة بتاعتِك وابرمي وقفّلي تاني وساوي، وما بياخدش معانا وقت خالص. تمام، خلّي مسافة بين كل واحدة والتانية عشان لمّا بيخمروا بيتضاعف الحجم زي ما أنتم شُفتوا في أول الفيديو كان شكلهم عامل إزاي، وبُصّوا هنا المسافة اللي أنا سايباها إزاي، فحجمهم بيتضاعف، فسيبي مسافة كويسة بين كل واحدة والتانية. خلاص، موضوع سهل جدًا ما خدش معايا وقت خالص. دي كانت آخر قطعة،
بصوا عملوا معايا 10 حلوين، اللي برمتهم في الاول وحشيتهم في الاول كان دخلوا في التخمير، فحجمهم تضاعف عن اللي في الاخر، لان الخميره بتاعتي شغلتها صح، وبقت معايا تشتغل اسرع من لو ما عملتش الخطوه الاولانيه. خلاص تمام كده. خلصت الكميه بتاعتي. هاسيبهم يخمروا بقى للمرة التانية تخمير، يعني احنا عجننا وشكلنا على طول، ما سيبناهمش يخمروا، سيبنا الخميرة الأولانية السايلة ودي تاني مرة في التخمير بعد التشكيل. بغطيهم بكيس بلاستيك، وفوق الكيس البلاستيك فوطة عشان ما يدخلهمش أي هوا، وشهم يشقق معايا وشكلهم بيطلع مش ظريف لما ندخلهم الفرن. بصوا بسم الله ما شاء الله الحجم تضاعف ازاي، يعني تضاعف يعني. فبشغل الفرن على درجة حرارة 200 على الرف اللي في النص. قبل ما بيدخلوا بدهنهم باللبن. لو هترشي سمسم ولا حبة البركة فما تدهنيش الصاج كله باللبن، ادهني 2 أو 3 وبعد كده ترشي بالسمسم، وبعد كده تكملي دهن بنفس المقدار لحد ما تخلصي الكمية. انت عاملة كمية أكبر أو كمية أقل. خلاص بدخلهم في الرف اللي في النص، بياخدوا حوالي تلت ساعة. لو الفرن بتاعتك كانت عالية زيادة عن اللزوم، المعجنات بتاعتك هتاخد لون من بره وهتلاقي قلبها مش مستوي. لو الفرن بتاعتك واطية المعجنات هتنشف منك. تمام. هدهنهم دهنة كده بسيطة من الزيت بعد ما خرجوا من الفرن، وبعد كده هغطيهم برضو بنفس الكيس البلاستيك وبنفس الفوطة، وعشان البخار بتاع المعجنات يطرهم لي ويبقوا طراي. تمام. خلاص هنا شكلهم بعد ما بردوا شوية، ما بردوش خالص بس بردوا شوية هديوا. بصوا هشة بطريقة مش طبيعية، جميلة جدا، طعمها قطني جدا. ما خدتش معايا مقادير خالص، 4 كوبايات ونص من الدقيق. وهقول لكم دلوقتي المقادير كلها على بعض، المقادير الخميرة كلها بالمرحلتين. معايا 1.5 كوباية من المية الدافية، مهم جدا مية دافية عشان تشغل معايا الخميرة، و4 كوبايات ونص من الدقيق، تلت كوباية من الزيت، مع معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ورشة من الملح. ده كان مقادير العجين. والحشوة دي بقى ترجع لك على حسب ذوقك وعلى حسب اللي موجود عندك. بصوا هنا هشة ازاي، جميلة جدا جدا، وطعمها كان الميكس الصراحة بين العصاج والجبنة كانت تحفة. طبعا انت لو عندك شوية حشوة زايدة من البيتزا تقدر تستعمليها هي لوحدها. عندك جبنة براميلي مع حبة فلفل وزيتون تقدر تحشي بيها برضو، مش هتقول لا. فمهم جدا ان انت تاخدي بالك ان اي حشوة موجودة عندك تقدر تعمليها. بصوا، بس ده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يعجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. لو واجهتك اي مشكلة او عندك استفسار لاي وصفة او لاي مشكلة بتقابلك اكتبي لي وانا هقول لك الحل ان شاء الله لو اعرف، وهكون معاكي وهتابعك خطوة بخطوة بمجرد ما بشوف الكومنت. وان شاء الله هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. والسلام عليكم.